بتحبوا سلطة الكولسلو بس بتكسلوا تعملوها؟ هقولكم النهاردة على طريقة مش هتاخد منكم 5 دقايق وبتطلع طعمها خطير وبجد أحلى من اللي بجواه من بره. هنجيب الفود بروسيسور أو لو عندنا كبة كبيرة شوية، وهنجيب كرنب سلطة أبيض هنقطعه بالشكل ده. أنا هنا استخدمت نص كرنباية، وعلى فكرة هتطلع معانا كمية كبيرة جدا. قعدت كده فكيتها بايدي وجبتها وحطيتها في الفود بروسيسور، وجبت جزره غسلتها كويس وقشرتها وقطعتها ترانشات رفيعه بالشكل ده وحطيتها على الكرنب في الفود بروسيسور. واخر حاجه هنجيب بصلايه صغيره جدا، اصغر بصله موجوده عندكم، ولو مش بتحبوا نكهه البصل تقدروا تستغنوا عنها، بس انا بحس ان طعمها بيفرق جدا. هنبتدي نشغل الفود بروسيسور ضربات متقطعه علشان احنا مش عايزينها تتفرن تماما، احنا عايزينها تبقى قطع. في النص تقدروا تستخدموا معلقه خشب تنزلوا كده بيها اي حاجه على جنب وتفرموا لحد ما توصلوا للقوام ده. مش هتاخد منكم 5 دقايق وهتكون متقطعه معانا حلو جدا بالشكل ده. هنجيب بقى السلطه بتاعتنا وهنحطها في بوله كبيره شويه، وهننزل عليها بنص كوبايه من السكر الابيض ونص كوبايه من المايونيز، وما تستكتروش الكميه لان احنا دي كميه كولسلو كبيره. هنحط معلقتين كبار من الخل الابيض وربع معلقه من الملح. تقدروا لو حابين تزودوا معلقتين من اللبن عشان الصوص يبقى اخف من كده شويه. هتسيبوها في التلاجة اقل حاجه 3 ساعات قبل التقديم علشان تكون شربت من الدريسنج بتاعها ويبقى طعمها خطير. تقدروا تستبدلوا السكر الابيض بالعسل الابيض والمايونيز بالمايونيز اللايت. جربوها، انا متاكده هتعجبكم جدا.